السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حاجة. كتير بنات بتلاحظ ان المشاكل اللي موجودة في بشرتها موجودة على طول ومستمرة وما بتنتهيش. يعني مثلا لو عالجتي مشكلة الجفاف بيظهر لك مشكلة الرؤوس السوداء، لو عالجتي الرؤوس السوداء بيظهر لك مشكلة البثور او المسامات المفتوحة، بقع سوداء، هالات سوداء، وغيرها من المشاكل الكتير جدا اللي بتقابل معظم البنات. ونفضل نسأل كده، هو انا بستخدم حاجات طبيعية 100% لبشرتي وبعالجها علاج طبيعي، طيب ليه ما بتتعالجش؟ وليه المشاكل اللي فيها ما بتنتهيش؟ في حاجات او روتينات غلط انت بتعمليها في بشرتك بتخلي البشرة ما تتعالجش او ما تستجيبش لاي نوع من انواع الماسكات الطبيعية اللي انت بتعمليها. تعالي معايا كده وانا هقولك على اهم الحاجات او اهم العادات الخطأ اللي بتعمليها في خلال يومك، ممكن ان هي تدمر البشرة نهائي، وكمان تمنع اي ماسك ان هو يديها الفايدة، تمنعك من انك تقدري تعالجيها. لكن قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش المتابعه على الصفحه. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه ممكن انها تقضي على البشره وتدمرها تدمير شديد جدا وهي الصابون. الصابون اقصد الصابون العادي اللي هو بيبقى على شكل بار كده. الصابون ده طبعا ما نقدرش ان احنا نستخدمه لوشنا، مع اننا في حياتنا اليوميه بنغسل وشنا بالصابون عادي، لكن دي اكبر غلطه ممكن نعملها. الصابون فيه ماده اسمها صوديوم رويال سلفات، الماده دي هي اللي بترغي. لما بنمسك الصابونه بنلاقي فيها رغاوي، هي دي الماده اللي بترغي. الماده دي ماده خطيره جدا جدا، بتخلص البشره تماما من الترطيب الطبيعي والزيوت الطبيعيه اللي ربنا خلقها فيها، فبتسيبها جافه تماما جدا جدا وما فيهاش اي زيوت طبيعيه. ده غير انها بيكون شكلها مش صحي بالمره، وكمان بيكون فيها بهتان، وممكن مع الوقت انها تبدا يظهر لك تجاعيد او خطوط من استخدام الصابون. لو انت بشرتك دهنيه بتلاقيها بتفرز دهون اكتر بكتير من المعدل الطبيعي. تاني حاجه بتضر البشره وهي كريمات الجسم المرطبه. انا ببقى ماشيه في السوق او ماشيه داخله محل اشتري حاجه مرطب لوشي، يكون علبته صغننه قد كده، الاقي بقى علب كبيره قد كده مكتوب عليها مرطب للجسم كله. اقول ايه بقى؟ مش مشكله، ده سعرها كويس، اجيبها بقى طالما العلبه كبيره كده واستخدمها لوشي، ما هو الوش هو الجسم، هم كلهم بشره واحده. لا طبعا، دي بتكون مخصصه للجسم بس، مش مخصصه للوش، لان بشره الوش بتكون حساسه جدا جدا عن باقي مناطق الجسم، وده بيكون لان بشره الوش على طول مكشوفه، مش متغطيه بلبس مثلا زي باقي الجسم. فباقي الجسم بيكون بشرته قويه شويه وبتتحمل اي حاجه، لكن بشره الوش بتكون ضعيفه وهشه، ما بتستحملش اي حاجه بسهوله. بتتاثر طبعا بالجو اللي حواليكي، بتتاثر بالاتربه وبالشمس، بالحراره، بالبروده. كمان مش بس بتكلم عن المرطبات اللي انا بجيبها للجسم، لكن كمان المقشرات. المقشر للجسم غير المقشر للوش، لان زي ما اتفقنا المقشر بتاع الجسم بيكون معمول من حبيبات صلبه شويه او عنيفه شويه علشان تقدر ان هي تخلص الجسم كله من الجلد الميت اللي فيه، لكن ما اقدرش استخدمها على وشي، لان الوش زي ما اتفقنا بتكون البشره بتاعته طريه جدا وما بتستحملش اي حاجه. تالت حاجه ممكن تدمر بشرتك وهي استخدام الكحول. في بنات بتستخدم الكحول لازاله المكياج من البشره وتقول لك ده احسن حاجه بتنظف الوش. انت بكده بتعملي خطا بيدمر بشرتك، بتعملي انك بتشيلي كل الزيوت الطبيعيه والمرطبات الطبيعيه اللي ربنا خلقها في وشك، اكتر كمان يمكن من استخدام الصابون، وكمان بتتخلصي تماما من الدهون الطبيعيه اللي ربنا خلقها في البشره، فبتخليها في اسوأ حالات جفافها. فرد فعل تلقائي جدا من البشره وطبيعي جدا زي ما ربنا خلقها، انها بتبدا تفرز دهون زياده علشان تحافظ على نسبه توازنها. ما هي دلوقتي بشره جافه ما فيهاش توازن، فلما انت بتشيلي منها كل الزيوت وكل المغذيات الطبيعيه اللي فيها بتبدا هي بقى تعند وتطلع وتفرز دهون اكتر بكتير من الاول. فانت كده بتكوني اذيتيها، ما نفعتيهاش باستخدامك طبعا للمواد الضاره بيها. رابع حاجه صبغه الحواجب. بنات كتير بتستخدم صبغه الشعر في انها تصبغ الحواجب. كميه مواد كيميائيه في صبغه الشعر مخيفه جدا جدا، ما ينفعش اصلا انها تلمس البشره. لما بتيجي تصبغي شعرك بيبقى مكتوب على عبوه الصبغه من بره او من جوه انك لازم تسيبي في فروه الراس 1 سنتي، ما تبدايش من اول الفروه علشان الصبغه ما تلمسش الفروه ولا قدر الله يحصل حساسيه او التهابات في فروه الراس. طيب انت ازاي تقري كده او تعرفي كده وتبداي اللي انت بعد ما تصبغي شعرك تخلي شويه صغيرين تروحي واخداهم وصبغه بيهم حواجبك؟ الصبغه دي خطيره جدا، لو انت حطيتيها هنا على حواجبك ولمست المنطقه اللي حوالين العين وكانت بشرتك حساسه، دي فيها دمار كامل لبشرتك، بيحصل تحسس وحمار وبيحصل مضاعفات كتير جدا، ممكن توصل ان يكون في المنطقه دي اكزيما الجلد. طيب انا في غنى عن كل ده،
ايه اللي يخليني اصلا استخدم صبغه الشعر الخطيره جدا لصبغه حواجبي؟ في دلوقتي بدائل كتير جدا لصبغه الشعر ان انا استخدمها لصبغه الحواجب. اني مثلا ممكن اجيب ماسكارا ملونه. الماسكارا دلوقتي بقى فيها جميع الالوان، اللون البني، اللون الاصفر، اللون الاحمر، زي ما انت عايزه. وممكن تستخدميها بقى على حواجبك زي ما انت عايزه، وبعد كده بتبداي تشيليها بمزيل المكياج او استخدام التونر او اي حاجه. لكن صبغه الشعر ما ينفعش ابدا انها تلامس البشره. خامس حاجه وهي الميه السخنه جدا جدا. مش بتكلم هنا عن الميه الفتره او الدافيه اللي احنا بنستخدمها في الشاور او كده، لا، انا بتكلم عن الميه السخنه جدا جدا اللي الجلد مش بيقدر يستحملها او بيستحملها بالعافيه. دي بتعمل تجاعيد وخطوط عريضه وخطوط دقيقه، وبتخلي الجلد يتكرمش. يعني شوفي مثلا لما بتسلقي لحمه او بتسلقي حاجه في ميه سخنه جدا جدا مغليه، انت كده بالظبط نفس اللي بتعمليه، بتخلي الحاجه دي كده كانها بشرتك، تخيليها كانها بشرتك. بتحطي عليها ميه سخنه جدا ما تستحملهاش، فبتبدا ان هي تنكمش وتكرمش، زي بالظبط ما تكوني انت خلاص تقدمتي في السن، عجزتي. وكمان بيحصل مسامات مفتوحه وواسعه وبيكون شكلها وحش جدا، لان الميه السخنه طبعا وبخار الميه الشديد قوي بيفتح المسام، بيخلي المسام دي بتكون واسعه وشكلها وحش. كمان بيحصل ترهل في المناطق الرقيقه اللي في الوش، زي منطقه حوالين الفم، والمنطقه اللي هنا دي منطقه تحت الانف، وكمان منطقه تحت العين. ساعتها بتقولي انا مش عارفه انا بعمل ايه غلط في بشرتي وايه اللي بيحصل لي فيها ده، وما بتبقيش واخده بالك ان انت بتضريها وبتدمريها، ممكن يكون بشكل يومي بحاجات وروتينات انت مش عارفه ان هي غلط. ان شاء الله كلنا نبعد عن الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هي بتدمر البشره تماما. نقدر بقى ان احنا نعالج اي مشكله في البشره، اي حاجه في البشره بنقدر نعالجها بالمواد الطبيعيه 100%، والماسكات الطبيعيه اللي انا بقدمها لك ان شاء الله. كده انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب نكون افدنا حضراتكم، واشوفكم في فيديوهات كتير جدا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله.